مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سنغوص فيه في أحد أكثر الفصول المظلمة في تاريخ الجيش الأمريكي خلال حرب فيتنام. سنتحدث عن الجنود الذين قتلوا ضباطهم في ظاهرة تعرف باسم فراغينج. تابعوا معنا لتعرفوا كيف أثرت هذه الأحداث على مسار الحرب وعلى الروح المعنوية للقوات. حرب فيتنام امتدت من عام 1955 إلى 1975. كانت صراعا دمويا للغاية، تجنيد أكثر من نصف مليون رجل. العديد منهم لم يكن لديهم فكرة واضحة عن الهدف من هذه الحرب. نظام التجنيد الإجباري المعروف باسم في درافت زاد من حدة التوترات بين الجنود والضباط. تخيلوا أن تكونوا جنديا في غابات فيتنام الكثيفة، محاطا بالفيت كوانغ والموت يلاحقكم في كل زاوية، ثم يأتي قائدكم بأوامر مطهورة قد تعرض حياتكم للخطر. بعض الجنود قرروا أنهم لن يتحملوا ذلك. بدأوا في استخدام القنابل اليدوية والأسلحة الأخرى لقتل ضباطهم. في حادثة مروعة حدثت في 21 أبريل 1969 في قاعدة قتالية فيتنامية، ألقى الجندي ريجينالد سميث قنبلة يدوية في مكتب شركته، مما أسفر عن إصابة للليفتنانت روبرت ريلر بجروح قاتلة. سميث اعترف بجريمته وحكم عليه بلا السجن لمدة 40 عاما. هذا الحدث كان مجرد واحد من العديد من الأحداث التي زعزعت الثقة بين الجنود وضباطهم. لم يكن فراغينج مجرد نتيجة للإحباط من أوامر القادة، بل كان يعبر أيضا عن التوترات العرقية وتأثير التمرد الثقافي. بعض الجنود كانوا يخشون قادة يعتبرونهم متهورين ويعرضون حياتهم للخطر. هذا الخوف والتحالف بين الجنود ضد الضباط أدى إلى تصاعد التمرد وحتى القتل. بعض الجنود لجأوا إلى المخدرات كوسيلة للتعامل مع الضغوط. الإدمان على المخدرات مثل الأفيون أصبح شائعا بين الجنود. في عام 1971 بدأت الولايات المتحدة في تقليل استخدام التجنيد الإجباري والتوجه نحو جيش تطوعي. الرئيس ريتشارد نيكسون وقع مرسوما لإنهاء التجنيد، وهو قرار دخل حيز التنفيذ في عام 1973. انتهت حرب فيتنام وانتهى معها وباء فراغينج. مع انتهاء الحرب وتطور الجيش إلى نظام يعتمد على المتطوعين، انخفضت حالات التمرد والقتل داخل الجيش. أصبح هناك اهتمام أكبر بالضغط النفسي على الجنود وعمليات اختيار أكثر صرامة لاستبعاد المدمنين على المخدرات. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. شكرا لمشاهدتكم، ونراكم في الفيديو القادم.